عمرك فكرت إن حياتك ممكن تتغير بسبب الناس اللي أنت اخترت تمشي معاهم؟ صحابك اللي حواليك يا هيبنوا حياتك يا هيهدوها. بس إزاي؟ تعال نعرف. السلام عليكم. الصحبة مهمة جدا ويمكن تكون من أهم الحاجات اللي بتأثر على حياتك وتفكيرك. الصحاب بيأثروا على قراراتك، سلوكك، وحتى نظرتك وثقتك في نفسك. لو حواليك ناس بتشجعك على الخير وبتحفزك تطور من نفسك وبتسندك وقت ما توجع، ده هيفرق معاك بشكل انت لا تتخيله. وعلى العكس، الصحبة السيئة ممكن تسحبك في طريق غلط وتخليك تتخلى عن مبادئك أو تضيع وقتك وطموحاتك. تلاقي نفسك بتبعد عن أهدافك، دراستك وشغلك، وكل يوم بيضيع من غير فايدة. تبدأ تشوف إن الحاجات الغلط بقت عادي، زي الكذب، الغش، أو تصرفات أخطر، لأن كلهم بيعملوا كده. تبدأ تتخلى عن المبادئ اللي أنت كنت مؤمن بيها، وتفقد احترامك لنفسك مع الوقت. كمان بتبعدك عن ربنا كل يوم خطوة أبعد، لحد ما تلاقي نفسك مش عارف ترجع بسهولة، وتسأل نفسك أنا فين وإيه اللي وصلني هنا. فلو حواليك ناس بتجرك للحاجات دي، ابعد فورا. حتى لو فضلت لوحدك فترة أحسن من إنك تضيع. على الجانب الآخر، الصحبة الصالحة بتقوي إيمانك وتطمنوا قلبك. تلاقيهم بيفكروك بالصلاة والقرآن وغيره من العبادات. بتحس معاهم براحة نفسية، دايما بيشجعوك على النجاح، وتلاقيهم دايما بيحفزوك إنك تبقى أفضل نسخة من نفسك. ويوم ما توقع مش هيشمتوا فيك، لا، دول هيشدوك لفوق. طب ألاقيهم فين؟ أي مكان نظيف، مسجد، درس علم، أعمال خيرية وغيره. طب لو ما لقيتيش، خليك لوحدك حتى تجد الصحبة الصالحة. وأخيرا عايزك تفتكر إن الصاحب السوء زي البحر الهائج، لو رميت نفسك فيه قليل جدا اللي بيطلع سليم. أما صاحب الخير فهو زي العطر، لو ما عطركش فهو ريحته حلوة حواليك. الصحبة يا إما سلم يا إما حفرة، وإنت عليك الاختيار يا غالي. بس كده. متنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وتسيبنا تعليق ورأيك أو موضوع حابب نتكلم فيه. وما تنساش تشارك الفيديو مع حبايبك، والأهم ما تنساش تصلي على النبي. أخوك محمد بن سعود، أراكم في فيديو جديد وحديث جديد من حديث تهمك. السلام عليكم.